التفاؤل من أهم الأدوات اللي تخلينا في راحة نفسية. ده موضوعنا النهاردة، يلا بينا عشان نشوف ازاي نقدر نتفائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ ربنا يسعدكم. النهاردة موضوعنا عن التفاؤل، والتفاؤل لو هنعرف نقول برضو حسن الظن بالله، وهو في حد ذاته عبادة. يعني لو احنا حسنا الظن ودايما ننتظر ان في امور حلوة هتحصل، ده في حد ذاته انتظارك او انتظارك عبادة لله سبحانه وتعالى. ده اولا. تاني حاجة، دايما علقي نفسك بمقولات وبعض الآيات اللي بتديكي إحساس بالراحة، وتبص يعني تبث جواكي شعور الاطمئنان والأمان، بأن الأمور القادمة كلها خير أو مطمئنة. يعني سبحان الله، حاولي أن انت مثلا تتذكري آيات الله. سبحان الله. وموقف سيدنا موسى لما كان البحر أمامه والعدو خلفه، ومع ذلك قال إن ربي معي سيهدين. ما فقدش الأمل رغم أن كل المعطيات توحي بأن الهلاك قادم. سبحان الله. في دعاء جميل هبقوله في نهاية الفيديو. تذكري دايما يعني مثلا مواقف زي سيدنا إبراهيم. سبحان الله، إزاي ربنا جعل له النار بردا وسلاما. سبحان الله، رغم كل المكونات، يعني المادة اللي تخلي الواحد يشوف المنظر قدامه يقول الدنيا خلاص، يعني موقف ممنوش أي مخرج. سبحان الله. مواقف في حياتنا لو احنا استرجعنا ذاكرتنا، انت نفسك لو استرجعتي هتفتكري مواقف كتير انت مريتي بيها، وانت حاسة ان خلاص دي نهايتك، او ان خلاص شعور بالضياع، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقف معاكي وبيستعيد لك الامل تاني، وبترجع كل الامور بشكل افضل. بتحسي وقتها انك بالغتي في خوفك وقلقك، وما كانش له لزوم كل التوتر ده. موقف سيدنا يونس، ازاي ربنا حفظه وهو في بطن الحوت، وجعل له سبحان الله مأمن في عز الخطر اللي هو فيه. يعني 3 ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ومع ذلك سبحان الله بالتسبيح وبظنه وثقته في الله سبحانه وتعالى ربنا أخرجه من هذا الموقف، وكأني شيء لم يكن. ومواقف كتير جدا. دايما احنا نخلي فكرنا وحياتنا سبحانه وتعالى دايما نوجهها للشعور اللي يخلينا مطمئنين. لو حسيتي بخوف في اي وقت على مستقبلك، رددي الدعاء ده: اللهم اني استودعت مستقبلا لا اعلم خفاياه، ولكني اعلم انك خير مدبر وخير من استودعت له الودائع. دمتم في امان الله، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.